نتفاجأ ببكاء هستيري لهذا الاب اكيد اللي اتصل بنا ومسكين في حاله كارثيه. يعني يناشد الجهات المسؤوله باش انهم ينصفوه في الوفاه. إذا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. متابعينا الكرام، جرائم بشعة تقع. البارح صورنا جريمة على مستوى حي عوينة الحجاج ديال الأخت عاتقة اللي قتلوها على مستوى الدريوش، والآن نتفاجأ ببكاء هستيري لهذا الأب أكيد اللي اتصل بنا ومسكين في حاله كارثيه. يعني يناشد الجهات المسؤوله باش انهم ينصفوه في الوفاه ديال الابن ديالو اللي كان بطبيعه الحال كيشتغل في بيع البلغه على مستوى مدينه فاس، وكان مشى للناظور غيب عليه. كتشوفوا البكاء الهستيري الشريف. الله معك سيدي، الله معك، الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك. كتشوفوا الشاب في مقتبل العمر كان كيشتغل على باه كيخدم عليه، للاسف حرموه وضيعوه في ولده. عاد دفنوا مسكين، عاد هذه ثلاث ايام باش دفنوا، ياك سيدي 3 ايام هذه، نهار الاربعاء باش دفنوا وخلاوه في حاله يرثى لها. شوفوا الشاب اللي ضيعوه، ضربوه بالمضى لراسه، يعني ضربوه لراسه في المضى على مستوى الناظور، ماشي في فاس. هذا الشيء وقع في الناظور، ياك عمي الحاج، وفي الناظور وقع هذا الشيء. فمشى جا لهنا لعند الاب ديالو، مشى كيبيع ويشري في البلغه كي حسب التعبير ديال الاب طبيعه الحال. فهو صيفطو يبيع البلغه في الناظور، غيب عليه عام و4 شهور. مشى كيقلب، ما خلى فين يقلب، فكيلقى للاسف بانه ولده مات مقتول. غدروه وقتلوه، ضربوه بالمضى، وغتسمعوا التفاصيل. بكاء مسكين ديال هذا الاب بطريقه هستيريه، هو والاخت ديالو اللي بطبيعه الحال عندها السن القانوني حتى هي غناخذوا معها بعض لحظات. الله يدير لي فيها الخير. واكيد هذا الشيء راه ولا كيخلع اخوتي العزاز، راه هذا الشيء كيخلع. عاد في الصباح صورت جريمه ودابا كنصور جريمه واحده اخرى. شنو وقع؟ واش فقدنا ربما الانسانيه؟ واش فقدنا الرحمه؟ واش ما بقاش في قلوبنا الرحمه؟ راه كنهضر معاكم والدموع في عيني. جرائم بزاف هادشي اللي واقع، راه بزاف هاد الجرائم اللي ولينا كنسمعوا، راه هادشي كيخلع، هادشي كيخلع للاسف. فبارطاجيو، باغي يوصل الصوت ديالو، باغي الحق ديالو ما يتهضمش وما يضيعش. متابعينا الكرام، ديروا راسكم في عوط هاد الاب هذا، بغينا الحق ديالو يبان، لان مازال ما عرفش شكون اللي قتل ولده. نعم مضروب، قال لي راه شفتوه انا مضروب راسو. شفتي التصاور عمي الحاج؟ تصاور ولا شنو شفتي؟ مباشرة. فين عنده الضربة؟ عنده الضربة في الراس ديالو بالمضى كما قلتي لي، يعني هو كيقول مضروب بالمضى في الراس ديالو. فلا حول ولا قوة الا بالله. كترزيو زعما هاد المجرمين، انا كنقولها بصريح العبارة، هاد المجرمين فلا حول ولا قوة الا بالله. كترزيو الاباء في ولادهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. فخاص تشديد العقوبات، خاصة الناس منين لقاوهم نشدوا عليهم العقوبات، لان كيرزيو عباد الله في ولادهم للاسف الشديد. سمعوا التصريح ديال الاب متابعينا ومشاهدينا الكرام. السلام عليكم عمي الحاج. السلام ورحمة الله وبركاته. شد السيوره اختي هكاك، قرب عندك الميكرو بشويه عليك، وحنا غنوصلوا لك الصوت ديالك عمي الحاج. قرب عندك الميكرو مزيان فمك باش تسمع. نعم سيدي. عمي الحاج. نعم سيدي. رزاوك في ولدك؟ رزاوني في ولدي. شفتك كتبكي عاد عمي الحاج، شنو اللي خلاك تبكي؟ وهو هاد الوليد هو اللي كيتعامل معايا، هو اللي بزاف ديال الحوايج. هذا الولد هو كل شيء، هاد الوليد هو حياتي، هو كل شيء. هاد الوليد هذا، هاد الوليد هذا هو حياتي. ومشيت لعند هاد الناس هادو، طلعت للحسيمة الناظور، مشيت عند الأمن، مشيت عند الامن. سايم بلاتي نمشيو غير دقه دقه باش الناس يتبعوا معاك. نعم. واولا بعدا قبل ما نسمعوا القصه على لسان عمي الحاج، شنو سميتك عمي الحاج؟ سميتي انا عبد الحق بالعافيون. السي عبد الحق بالعافيون. بالعافيون. شنو كتبيع وتشري في الزيت؟ قلتي لي قبل قليل كيبيع ويشري في الزيت، يعني طالب معاشو مكافح على هذه البنيته هذه اللي راه عندها السن القانوني، بالغه 18 سنه كما قالنا بعد قبل لحظات. كيتقاتل على ولادو وما كيرضاش الا بالحلال، فهو طالب معاشو هذا الشريف هذا. فبغينا الله يكثر خيركم ولاد الشعب، وليدات الشعب اللي كيتابعوني، هذا السيد هذا مسكين امله فيكم وامله في قناه الشعب باش توصل الصوت ديالو، فساعدوه الله يكثر خيركم. نساعدوه بالبارطاج ديال هذا اللايف على اوسع نطاق، توصل للسلطات على مستوى الناظور باش يبحثوا على القاتل ديال الابن ديالو ويفكوا شفرات هذا اللغز المحير اللي حير الساكنه ديال حي عين نقبي، لان هو ينحدر من عين نقبي بطبيعه الحال بمدينه فاس. واخا دابا عمي الحاج غتحكي لنا من الاول للتالي كيفاش وقع لولدك. تفضل. ولدي قرب عندك الميكرو. تفضل. ولدي يا سيدي خرج عليا
هذه عام و4 شهور. نعم. كنقول انا دابا هذا الولد هذا يمكن مشى حرق، يمكن دخل المليليه، يمكن خدام عند هذا الراجل، يمكن عند هذا الراجل، يمكن عند هذا الراجل. واحد النهار اسيدي مشيت لعند البوليس. قلت لهم انا الله يخليك اخويا، قلت له الولد ديالي تعطل عليا بزاف كذا ما كذا. قال لي ولدك مات. قال لي ولدك مات هذه عاد. قال لي ولدك تسمى الناظور. قال لي الناظور عند البوليس. الناظور جيت عند البوليس عند هادو بعين نقبي. بعين نقبي نعم. قال لي ولدك راه مات. قال لي ولدك مات. نعم. عزاوني. هادي عام و4 شهور، وهذا الولد هذا ما بلغونيش به، هو ميت عندهم. في الميت فينا بلاصه في الناظور. في الناظور. هادي عام و4 شهور، وهذا الولد هذا عنده البطاقه الوطنيه. واخا عامل الحاج غير ساين دابا، غير ساين غير بشويه. سنمشي معاك دقه لان كاين دهشه مع الكاميرا بطبيعه الحال عمي الحاج ومأثر، فكان ملي كيتفكر الابن ديالو فكيتاثر. واخا عمي الحاج مشيتي بعدا منين غيب عليك عام ونص، مشيتي طلعتي لتما الناظور تقلب عليه ولا واش كان كيتواصل معاك بعدا في التليفون قبل ما تعرف انه قتلوه؟ لا ما عمرو تواصل معايا وما قلبتش عليه. الولد عنده 27 سنه، تبارك الله. كنقول ولدي راه تبارك الله. كنقول اما حرق، اما دخل ديك المليليه، اما خدام مع هذا الراجل، اما خدام مع هذا الراجل. هذا هو. شكون هذا الراجل اللي كتقول خدام؟ ما نقولش السميه ديالو، شي واحد كان خدام. كنقول ما نعرف، اما خدام وصافي. غير خدام. كنقول اما حرق، اما مشى حرق مشى هذا الولد، اما دخل المليليه، اما خدام تمايا. فهذا انا خدام عند هذا ولا عند هذا ولا عند هذا. البلغه قلتي لي بانه كان كيدير البلغه تما. هو راسو كيصنع هذه البلغه هذه، خدم شويه ديك البلغه، ملي كيجمع وكيزيد يشري شويه وكيطلع لتما كيفرق هذه البركه اللي كيفرق على الحوانات، واللي بقى له كيبيعوه في الارض عاوتاني كيجي بحالو. هادشي اللي كاين. دوز واحد المده، جيت واحد النهار مشيت عند البوليس، قلت لهم الولد ديالي، قالوا لي خصك تمشي دير شكايه عند وكيل الملك. قلت له قالوا لي خصك تمشي دير شكايه عند وكيل الملك. قلت لهم الله يرحم والدي عاونوني انايا راني فقير هذه. قال لي والو خصك تمشي دير شكايه عند وكيل الملك. واحد النهار السبت والحد ما خدموش. صباح الاثنين مشيت ندير الشكايه عند واحد الكاتبه، قالت لي فلان. قلت لها نعم. قالت لي ما عندكلاش تضيع، ما لا دير بوشي شكايه. قلت لها هو فيها نمشي اختي انا. قالت لي غتمشي طلع عند وكيل الملك. طلعت للولايه، دخلت بقيت كنشكي عليهم، عطاوني واحد الورقه، هودتها للرئيس. هود ديك الورقه للرئيس. خلي داك التفاصيل ما عندنا ما نديروا بها الحاج. نعم. حنا بغينا دابا التفاصيل اللي درتي عند الامن هذا كيبقاو اجراءات خاصه بكم بالامن. او بطل عند الامن، قالوا لي ولدك راه حمار الله. نعم. قالوا سقتي الخبر بان ولدك توفى. قالوا لي ولدك راه حمار الله. سقتي الخبر هادو اللي قالوا لك بان ولدك توفى، نفاس ولا في الناظور؟ لا نفاس. واخا شفتي ولدك؟ واش مشيتي شفتي ولدك؟ مشيت ديك الساعه ملي قالوا لي ولدك، شديت الكار وطلعت للناظور. ومشيت لعند البوليس. بقيت نسبق من الناس، جيب هاد الورقه من هنا، جيب من هنا، وطلعوني للفريقو وراوني الناس، بزاف الناس اللي ميتين، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. قلت لهم هو هذا هو ولدي. جمعت هذا الورق كاملين، جبت ولدي دفنتو. الولد ديالي مازال ما عرفتش شكون اللي قتلوه. الولد ديالي مازال ما عرفتش انا شكون اللي قتل لي الولد ديالي. والولد ديالي مات في المحطه د الكيران. كاين الكاميرات، كاين الناس. واش هذا اللي قتل لي ولدي؟ راك 400 واحد واقف في الكاميرا في المحطه. واش هذا غيغلب 400 الناس؟ باش عرفتي انت في المحطه؟ في المحطه مات، في المحطه ديال لقاوه تما. لقاوه تما. كاين في الرابور اللي مازال ما شفتش انا الرابور كاع. شكون اللي قال لك انت مات في المحطه؟ لا مات كيقولوا لي مات في المحطه. شكون اللي قالها لك؟ كنسمع من عند المواطنين تما كيقولوا مات. هذا فلان اللي مات في المحطه، هذا اللي في المحطه. كيقولوا عندي تصور. واخا عمي بلا ما ترتاو كامل الحاج، حنا بحال الوالد ديالنا غنساعدو. كنشوفوك مأثر عمي الحاج. منين طلعتي لتما، منين طلعتي لامورغ وشفتي الابن ديالك، انا ما بغيتش نذكرك بهذا الشيء، ولكن غير باش يوصلوا الاحاسيس ديالك والمشاعر ديالك للمغاربه، لان عدد كبير من المغاربه اللي منضامنين معاك دابا وباغيين يوصلوك الصوت ديالك. منين طلعتي تما، واش لربما استحضرتي ذاك اللحظات 27 سنه وانت كتربي في ولدك وشفتيه يعني في ذاك الحاله هذه؟ كيفاش كانت الحاله ديالو في لامور؟ الحاله ديالو كانت كاع علينا العائله كامله، كل شيء حزن، كل شيء كاين، كل شيء. هو كي لقيتيه هو الولد ديالي لقيته اللي ما يعرفوش، عام و4 شهور وما دارين في الفريكو، ما تعرفوش كاع.
ما عرفتو غير بالسنه دي. عرفت ولدي هو هذاك ولدي هو هذاك. باش مضروب في راسو تقريبا، مضروب بزاف فيها، مضروب في راسو. كاين تشريح، كاين كلشي، هادشي اللي كنكذب انا، ولا كاين كلشي. الولد مشيت عطاوني باش جبتوها، خديت الصندوق، خديت هادي خديت مشيت خديت الصندوق، شريت الصندوق، كريت لابيرانس، كريت المسائل كاع كامله. عبرت ولدي لمو جريم كيقولوا لي لا سميه، لا سميه ما تقولش، كيقولوا لي ولدك السميه ديال واش عرفتي اللي قتلوا ولا مازال ما عرفتش غير السميات ما نقولش، لان القانون ديال الصحافه والنشر عمي الحاج ماشي ديالنا حنا. ما حنا انا في النظر ديالي انا نقول السميه، ولكن حنا كاينين ضوابط ديال المهنه اللي كنحترموها وكنتقيدوا بها بطبيعه الحال. ما عرفتش اللي قتل ولدي الساعه اللي الامن اللي راه عارف هذه المسائل كامله، اللي هزوا لي ولدي ديك الساعه، والطبيب والبوليس والرئيس. وديك الساعه راه عيطوا لوكيل الملك، عيطوا للكاتب العام. هادشي كله مش هادشي عام و4 شهور، وعاد وصلني انا الخبر. نهار الاربعاء انا عاد دفنت ولدي، هاد الاربعاء هادي انا عاد دفنت ولدي. شكون قاتل داكشي كيبقى الامن. شكون اللي قاتل كيبقى الامن. واش عندك شي شكوك في شي واحد، شي شكوك؟ ما نقدرش نكذب على شي واحد ونقول عندي هذا ولا هذا ولا. كيقول لك الناس تما في الناظور؟ الناس في الناظور بزاف، مده بزاف. كاين تنسى، كاين النساء الا بغيتي عام و4 شهور كيتنسى غير على شهرين هذيك كيتنسى. عام و4 شهور. كاين اللي مازال الناس ولكن المسائل كتولي للسلطه. المسائل كتولي للسلطه، هي اللي غادي هما اللي غيكشفوا شكون هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. واخا عمي الحاج كنشوفك مرتبك شي شويه عمي الحاج، لان ربما الكاميرا واكيد متابعينا منبر وطنيه تحدث مسكين راه في حاله ديال دهشه ومأثر. بقى فيه ولده كتشوفوا عينيه يعني كيغرغروا بالدموع للاسف. هو لحدود الساعه دابا عام ونص عاد عرف بان ولده عاد دفن ولده وما عرفش حتى يعبر ربما على الشعور. واخا عمي الحاج شنو اللي خلاك انت تعيط لنا دابا الان وتخرج للراي العام وتهضر؟ شنو بغيتي يعني؟ ويا اخي شوف، انا كنطالب من الله تعالى ومن السلطه العزيزه هي اللي غتشد لي حقي انا من هذا السيد اللي قتل لي ولدي، هي اللي غتتابع هذا الشيء كامل. الولد هذا السلطه هي اللي غتتابع كل شيء، وهي اللي غادي تحاول باش تعرف هذا السيد اللي قتل لي الولد ديالي انايا. هادشي بغيتي تعرف غير شكون تاخذ حق ولدي وناخذ الحق ديال ولدي. الحكومه هي اللي غتاخذ الحق ديال ولدي ولدك ولد الاخر ولد الاخر ولد الاخر ولد الاخر ولد الاخر. هذا عام و4 شهور. ده عام و4 شهور. ولدي انا دفنتو غير نهار الاربعاء، دفنت هذا الولد ديالي انا. وعام بزاف بكيتي بزاف. العائله ديالي كلها كتبكي، عائلتي كلها حزنه، عائلتي كلها ربي اللي راه عالم بها، والله اللي راه عالم بالعائله ديالي كلها. هذا الوليد هذا ظريف مؤدب مخلق، ما فيهش هذا الوليد هذا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي وهو العظيم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس بارد نسبيا في المرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون السماء أحيانا غائمة مع نزول قطرات أو بقايا من الأمطار الضعيفة بمنطقة طنجة الريف واللكوسة الشمال الغربي الأطلس والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات من الرياح القوية بالسواحل الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 8 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالمنطقة الشرقية، في حين سترتفع بباقي مناطق المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. كان معكم مذيع قناة موقع الحدث، دمتم في حفظ الله ورعايته.